بالطبيعة ما فما حتى علماني باش يقول اللي الأموال المهولة اللي تصرفت على سهرات الخمر والفساد ليلة رأس السنة الفقراء أولى بها. كما ديما يقولوا إنه الفقراء أولى بفلوس الحج، لأنهم يعملون بما يوحي إليهم الشيطان. كيفاش؟ قال ربي سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي أن الشيطان يعدكم الفقر والإفلاس إذا تصدقتم وأديتم زكاة أموالكم وأديتم الحج، وفي المقابل يأمركم بالفحشاء والفاحشة ولو أنفقتم كل أموالكم. وفي المقابل ربي سبحانه باش يوعدنا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وكذلك يقول ربي سبحانه كما في سورة العاديات في تقرير صفات الإنسان الكنود، أي الإنسان الذي يكفر النعمة. قال ربي: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عاشور الإمام الطاهر بن عاشور: والخير هو المال، وحب المال يبعث على منع المعروف. وكان العرب يعيرون بالبخل وهم مع ذلك يبخلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى، ولكنهم يسرفون في الإنفاق في مظان السمعة ومجالس الشرب وفي الميسر. وهكا لو نتبع أقوال وأعمال العلمانيين وجدناها إعادة صياغة حدثية لمفاهيم الجاهلية.